في زمن كانت البيوت كلها طين وتتشابه. هذا الرجال قال لمرته راح يجينا خطار على العشاء، فجهز الترتيبات قبل لا يجون، وهو راح للسوق يقضي شغله. رجع المغرب وطب للبيت ولقى العينتين نايمة، ضايج كلش واخذ عودة وكسرها على راسها، وطلع من البيت ضايج وصفن وانتبه انه هذا مو بيته، هذا بيت جيرانه، ودخل عليه بالغلط. وهاي المرة مو زوجته، زوجة جاره، يعني فوق ما عصبي اثوى الهمين. وراح لبيتهم على السريع ولقى مرته مجهزة كل شيء والضيوف جوي. طبعا ما خلصنا هنا، قعد ويا الضيوف وهو خايف بسبب الخطأ اللي صار. وراحوا الضيوف ومشت الايام، يومين 3 دا ينتظر جاره يجي وتجي البلاوي، لكن ماكو شي. فقرر انه يشتري هدية ذهب جيرانهم تعبيرا عن اعتذاره، وراح له لقى جاره قاعد بالباب. قال له يابا انا اعتذر وهذا الذهب لزوجتك، وحكى له القصة. جاره قال له والله ما ادري بالموضوع، بس انا صار لي 3 ايام مستغرب، زوجتي تغيرت، قامت تشتغل بالبيت وتسمع كلام وما تنام قبل ما تسوي له عشاء. هاي الظاهر الكتلة فادت، عمي خذ ذهبك وروح واحنا مسامحين.